السلام عليكم اخواني واخواتي، مرحبا والف مرحبا بكم. ما تبخلوش عليا من لي لايك والبارطاج. خوتي وخواتاتي، غادي نتكلموا على فاتحه الشيفوره. فاتحه الشيفوره غنيه عن التعريف، عندها قناه وهي خدامه بدراعها، خدامه على وليداتها، تيلقبوها صحاباتها بالمراه الحديديه. صراحه هي مراه بألف راجل كما الحقيقه تقال، ولو كتسب كتخسر شويه الهضره وفمها يعني فمها ماضي وما كاينش غير هي اللي فمها ماضي في اليوتيوب. كاين بزاف ديال اليوتيوب بعد النوع، خصك تكون بحال هكذا، لا متتبعين ولا بعد القنوات. الا كنتي يعني ظريف بزاف عاوتاني مشكله. المهم ما علينا. وعندها شي كتقول عندها شكايات بخصوص السب، وهذا السب والقذف هذوك ماشي هما المشكل. واخوتي اللي تيق في الصحابات واللي تيق يقول لي صاحبه قناه صديقتي، اصحاب القنوات الا من رحم ربي، كل واحد كيبغي الخير راسو. قال لك خوك في الحرف عدو. كتلقى بنادم تابعك، لا كانت عندك قناه مثلا كيدخل عند طالعه، كيدخلوا عندك الناس كيحطوا لك السوبر شات، تتكون تابعه، تيكون الحظيات، كيكون الحسد. الا كانت الاخرى كدير مواضيع احسن من الاخرى مثلا، يعني كيكونوا حساسات وكيكون الحقد سواء بين نساء ورجال، الا من رحم ربي اللي كنلقاوهم مسوقش للقناه لا حتى شي حاجه، عنده كيبغي الخير الناس. حتى هاد الناس هما قلال، اغلبيه يبين لك راه حبيبك وراه خوك وباغي لك الخير، ولكن الداخل القلب فيه خديعه. قال لك السن يضحك للسن والقلب فيه خديعه. هذا مثال قديم كبرنا معاه. السيده كانت هي ويا صحاب يمشيو للمحكمه بجوج. هذيك شانيل نطي السيده كدوي معاك في التليفون، يمكن اخوتي سجلاتها، كيقول تسجيل، شي كيقول اوديو. وهاد السيده هذه يمكن تكلمت على القضاء، مع احترامنا للقضاء وما خصش الانسان يمس المؤسسات ولو حتى في الخاص، حتى في البريفي بنادم ما يتكلمش في هاد المسائل هذه. داكشي الانسان يقوله في قناته يقوله في الخاص. دابا هي ماشي تكلمات لشي حد ولا تكلمات لشي ناس، هذه تكلمات على المؤسسات، كيقولوا بحال اللي وقع البكريشه واقع لها. ولكن هي كتقول هادشي مفبراك وما كاينش، ولكن علاش خايفه؟ علاش كتبكي مره عندها الوليدات حقا متاثره، خايفه تخلي اطفالها. عندها 4 الوليدات اخوتي. صراحه منين شفتها وبركه حدا هاد البنيه الصغيره لاصقه فيها ملازمها، خايفه تمشي عليها مسكينه. الى اخوتي شيء يدمي القلوب، والله العظيم لا زعما هادشي حنا كأمهات كيخلينا اللي يعني اللي هي وعندها وليدات وما تبقاش فيها. هاد الام اللي عندها وليدات وغادا تمشي للحبس، تقدر تمشي للحبس لا قدر الله وتخلي هاد الاطفال. حيت لما كنفكروا نفرقوا اطفالنا اللي ما عندهمش من غيرنا من بعد الله، ولو غير يومين كنحزنوا. ولا غبتي على الدار غير يومين ما كتلقاش اللي قابل لك وليداتك، ما كاينش اللي يهتم بهم، ما تعرف اش يصرى ليهم. واخا يكونوا كبارين كيبقاو صغار، كيبقاو وليدات. يعني الولاد خصهم الام ديالهم اللي تجمعهم. برك حدا هاد البنيه خوتي قطعت ليا قلبي والله العظيم. واخا انا ما كنتش ما كنتفرج فيها مره ما يعني ما كنأيدش المحتوى ديالها ديال السب وديال هذا، ولكن كاين اللي كيستاهل بحال هاد الناس هادو. ولكن المشكل ماشي هذا هو المشكل. المشكل كما قلت لكم تسجلات في الخاص، في البريفي هضرات على المؤسسات، يمكن هضرات على القضيه بغاو يدخلوا فيها حتى السارعه، زعما كيتحايلوا على القضاء. المهم داكشي اخوتي مخربق. هي كتقول لهم السارعه ما عندهاش علاقه بالموضوع، انا قلت ما نكذبش عليها، ما باغي تنتقموا منها وتجروها، انا ما بغيتش نجرها. يعني بلا ما زعما نورطوا السيده، ما زعما ما عندهاش علاقه بهذا الموضوع. يعني هذه كتكلم على الاخرى كصديقه كتكلم معها من قلبها، ولكن الاخرى طلعت خائنه وغداره، وهزت هذاك التسجيل ولا اوديو وعطاتو لوحده اللي هي استاذه محاميه، اللي هذه خدمتها وهذيك من حق ضروري غادي هي خدمتها، وهي مع الضفه اللي عندهم يعني اللي هما في شنآن مع هادو، مع فاتحه، مع الربلاء، مع هاد الناس ديال الجهه الاخرى، الضفه الاخرى. ضروري غادي يقدموه. وزيدوا هذيك دارت غير خدمه المحاميه، ولكن العتب على الخائنه اللي قلبات الفيستا. بغيتي تقلبي الفيستا قلبي، ولكن الغدر علاش؟ واخا تغلط فيك هاد المراه وتطلع وتسبك وتغسلك معيور، انت خرجتي وكتقولي هذيك لبنى عندها الصاحب وعندها هذه وعندها هذه ناضت كترد تدافع على لبنى. اللهم ان اخوتي هذا منكر.
منين شافت تصدات لها بواحد القوه وهذا وناضت ليها، نضتي خرجتي لها داك التسجيل. هاد المراه ما في قلبهاش الرحمه. فين هي الاخلاق؟ راه بنادم ولو ما عرفتش يدير فيك ما خاصكش تخرج الخاص اللي بينك وبينه. الا كنتي متخلق وعندك ضمير ومتربي ولد الناس، ولكن راه كما تدين تدان. كيما انت ما سترتيش هاد السيده هادي مولات وليدات، ما غيستركش الله، وغادي يفضحك نهار الجمعه والناس مجمعه، وغادي يفضحك بين الناس ان شاء الله، وغادي يبين فيك العلامه. خلاو هاد المراه كتعاني، داروا لها الصينيه كيجمعوا ليها الرباله، دارت لها يعني واحد المبادره باش يعاونوها. ان شاء الله باينه يكونوا عاونوها الناس. نتمنوا لي خوتي نتمنوا يعاونوها ويوقفوا معاها باش دير المحامي طبعا، وباش تقدر ما بقاتش خدامه، حتى الخدمه تقدر تمشي ليها. يمكن الا دخلت للسجن ما حاش تلقى خدمتها باقا، ولكن الله كبير ما كيسد باب حتى كيحل بيبان كيف ما كنقولوا. هاد السيده هذه ضحيه اليوتيوب. هنا كيبانوا الضحايا ديال اليوتيوب اللي كياخذوا هاد اليوتيوب من المقلوب، كيعجبهم الحال وكيشوفوا راسهم تشهروا، ولا كيطلع عندهم في اللايف 700 مثلا حتى 1000 حتى 400. كاين اللي ما كيطلعش عنده حتى 5 ولا 10. يعني تيوليو صايقين بلا ضو وغاديين. علاش بنادم خصو يرد البال مع فمو. هنا فين كنتذكروا المثال اللي كيقول لسانك حصانك ان صنته صانك. ومثل اخر بالدارجه كيقول عاوتاني الفران ما كتدخلوا العافيه غير من فمو. ومثل ثالث الفم المسدود ما دخلوا دبانه. قال لك ديما علاش ديما سبق الميم، ما عرفتش، ما مشيتش، ما شفتش، ما كان الله مهم. بنادم دائما سبق الميم. انت نعم انت صح، شي واحد يكون غلطان حيت كاين اللي كتبغي تنصحيه كتولي معاه في المشاكل والله ما تخنصق راسك. وما كاينش اخوتي معامن، ما كاينش، ماشي ما كاينش، الحمد لله كاين ناس ثقه، ولكن الا من رحم ربي. وباش تعرفهم ثقه، باش غادي تعرفهم. كاين اللي كتجيك في صيفه الملاك، انا هادي وانا معقوله وانا هادي وانا بعقلي وانا، وتقدر تفتح لها قلبك وواحد النهار طعنك وتضرك. علاش بنادم خصو سيرتو في هاد المواقع، حتى في الواقع شي وحده كتجيك في شكل وكتقدر تفتح لها قلبك وكتخونك وكتغدرك وكتطعنك في ظهرك، ولكن في المواقع مشكله. داكشي كيكون عنده اضرار كثر. مازال في الواقع بنادم كيعالج داكشي يعني بيديه، دارها بيديه فكها بسنيه. ولكن في المواقع راه مشكله يا خوتي، راه مشكله. يعني كتكون الامر يعني متوسع، ما كيوصل. اذا كانت فضيحه كيشوفها كلشي، واذا كان اوديو كيوصل للقضاء. يعني المشاكل اخوتي انتقام، هضره انتقام انتقمت منها. هذا هو المشكل. والسلام عليكم خوتي.